بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحه وخير وسعاده دايما ان شاء الله. حلقه جديده على قناتكم المفضله، قناه الشيف محمد عبده. وحشتونا جدا جدا. حلقتنا النهارده شويه رخمه، حلقتنا النهارده شويه من غير زعل، حلقتنا النهارده لازم نخلي بالنا منها. حلقتنا النهارده عن اللي بيسرق من القسم، اللي بياكل حرام، اللي بيقبل على نفسه على عياله حرام. ايه الموضوع ده يا شيف؟ بكل بساطه جدا جدا، كان جالنا اكتر من سؤال الايام اللي فاتت. بيتكلموا في نقطة واحدة، وهي: شيف نعمل ايه لو انا واقف وزميلي بيسرق؟ اعمل ايه؟ ابلغ المدير ولا لا؟ كان نفس السؤال بس بصيغة تانية: زميلي بياخد قعوبة كتير وبيلم القعوبة ويحط في قلب الشنطة ومحدش واخد باله يا شيف، ونص كيلو، كيلو الا ربع كيلو، هو اكتر ولا اقل يعني، وبيتحط في قلب الهدوم وبيمشي. كلمته مرة واتنين ومش عارف اعمل ايه. طيب عشان مطولش على حضراتكم، نخش في الموضوع على طول. في بعض الناس او في بعض المحلات بتسمح ان بيقولك لو في قعوبة صغيرة لو عايز تاخدها خدها، ما كده كده انا برميها. في بعض الاماكن ما بتدخلش اي قعوبة حتى لو بنسبة 1% في السلطات، وفي بعض المحلات ما بتشتغلش سلطات اصلا. فده هالك بالنسبة لهم، فبيقولك ارمي، فبيقولك ارمي. طيب، فهو هنا عشان ما يقولكش حتة حرام ويقولك انا برمي منتج في الزبالة، او الحتة في الاخر دي اللي هي مثلا 20 جرام 30 جرام والكلام ده بترمي، لا، يقولك يا جماعة لو حد عايزها ياخده. فهنا في بعض الناس بتشغل دماغها، وهي يقول لك خلاص انا الم القعوبة واخده منها. طب يا عم بالهنا والشفا، ايه المشكلة يعني؟ بس حضرتك هنا تاخد ال50 جرام ولا ال40 جرام ولا ال20 جرام. حضرتك ما تطلعليش كعب نص كيلو وتقول لي انا كعب وهاخده. حضرتك ما تطلعليش كعب رومي كيلو الا ربع وتقول لي هاخده. حضرتك ما تعملش او ما تبقى متعمد ان انت تطلع نص من اول القالب ونص من اخر القالب وتقول لي قعوبة وتاخد الستريتش وترمي في قلب الهدوم. ده حضرتك حرام وما ينفعش طبعا. طب هنا الغلط فين؟ هل الغلط على الموظف، ولا غلط على زميله اللي شايفه ساكت، ولا غلط على الاداريات؟ الغلط على التلاتة فقط. الغلط على التلاتة. تقول لي طب انا كمدير انا مالي، هو انا صاحب المحل انا مظلوم؟ لا حضرتك، انت مش مظلوم. انت حضرتك هنا بس محتاج شويه فنيات، او محتاج شويه سيستم، او سيستم يتحط عند حضرتك تقدر تمشي بيه. وهو بخصوص النقطه ديت هي حاجه واحده بس: حضرتك تعمل نظام ان نقول يا جماعه بعد اذنكم اللي خارج يتفتش. اوه، الشيفات دلوقتي هتقوم عليا هياكلوني، وهسمع بقى كلام ملوش لازمه. طيب قبل ما حد بس يشتم او يغلط او يعمل اي حاجه، حضرتك تعرف ان في اكبر الاماكن اللي في مصر وخارج مصر حضرتك لما بتبقى خارج تتفتش؟ طب حضرتك تعرف لما حضرتك بتبقى خارج بريك بتتفتش؟ طب حضرتك عارف ان انت ممنوع الاكل والشرب في القسم؟ طب حضرتك عارف ان انت ممنوع تاخد اشياء من القسم؟ طب حد هيطلع يكلمني دلوقتي يقول لي طب انا لازم اعمل تيست. طب تعمل تيست على المنتج له كام مره اللي هي قطعه يعني. اه ده حقك طبعا، عشان تعرف انت لما بتقف قدام العميل تعرف انت بتتكلم عن المنتج ازاي، انت عارف ده نسبه دسمه ايه او ملحه ايه او ده ايه او مشكلته فين، او انت لازم حضرتك تعمل كده. لكن مش بيبقى اكل وشرب، مش بيبقى اكل وشرب وكمان تاخد بيتك، وكمان تاخد لبيتك. هنا نقول يا جماعه لازم نخلي بالنا، اصحاب المحلات لازم يخلوا بالهم، نقول ما فيهاش اي مشكله ولا عيب ولا حرام لما نحط حته نظام صغير، نقول يا جماعه بالله عليكم اللي قبل ما يمشي اللي معاه شنطه هتتفتش. مش عيب، انا عارف ان حضرتك مش حرامي، انا اللي حرامي، لكن ما فيهاش مشكله لما حضرتك تبص في قلب الشنطه. ده زياده امان ليك كمشرف او مدير، زياده امان للموظف، عشان تمنعوا حته الشك اصلا. دي نقطه. النقطه التانيه: زميلك او زميله اللي واقف على التلاجة هنا يعمل ايه؟ ده انت معاك اكتر من نقطة ان انت تبلغه، تطلع مباشر على المدير وتبلغه، وانا ما انصحش بالحتة ديت. او تقول له ان انت كده غلط وانا انصح بالحتة ديت، لكن مرة واتنين وتلاتة، ما تبقاش مرة وتكبر دماغك او تعمل فيها عبيط، اسف طبعا على اللفظ يعني. لا، هو الصح ان حضرتك تكلمه مرة واتنين وتلاتة، مرة واتنين وتلاتة، وبعدين يا شيف تطلع على صاحب المكان، او تطلع على المدير المسؤول، او تطلع على المشرف المسؤول على حسب المكان اللي انت حضرتك شغال فيه. يا فلان
عندي زميلي فلان بيعمل 1 2 3. تقول لي يعني انت يا شيف بتطلع حلقات تتكلم فيها تقول العصفورة ويروح ينقل للمدير ويبلغ كل حاجة المدير وده عمل ايه وده حضرتك انت هنا مش شغال عصفورة ومش شغال كده يعني، لكن حضرتك انت بتمنع غلط. انت هنا بتعمل حاجتين. اولا انت ما ينفعش انت تسكت على الغلط. لو انت شايف في حاجة غلط قدام، لو سكت عليها انت كده عليك وزر. ده النقطة رقم 1. نقطة رقم 2، انت فعلا لو بتحب زميلك هتعمل كده. تقول يا عم انت مجنون ولا ايه؟ انا بحب زميلي اروح ابلغ المدير ان هو بيسرق؟ عشان انت بتحبه، عشان انت كده مش عايزه ياكل ولا هو ولا عياله حرام. ولا هو ولا عياله حرام. ركزوا، ركزوا بالله عليكم، ركزوا عشان الكلام اللي احنا بنقوله ده مهم جدا. الناس اللي بتقبل بحاجة زي كده انتوا ازاي؟ طيب ده كده كزميله. تعالى لي انت بقى. ايوه انت اللي بتعمل كده. حضرتك تعالى اللي انت عمال مقضي اكل وشرب من قلب القسم. تعالى انت كمان اللي مقضيها كل يوم كعبين 3 في قلب الشنطه. تعالى بس انا هقول لك. تعالى اللي اي حاجه وادفن عندي في قلب الشنطه وباخد واروح واكل بيتي وعيالي والدنيا هايصه. تعالى بس انا اقول لك. تعالى اللي انت بتعرف توقف منتج عن الشركه عشان حضرتك الشركه ما سابتلكش فلوس. تعالى انا عايزك. انت حضرتك يلي بتعرف تشغل منتج وتوقف منتج على حسب المادي اللي جاي من وراه. انت ايه؟ ولا انت بتفكر ازاي؟ ولا انت جنسيتك ايه؟ من غير بس ما اخرج عن النص ومن غير ما اخرج عن شعوري، بكل بساطة اللي انت بتعمله ده حرام. زيه زي اي حرام في حياتنا. احنا بنبص على البنات حرام، ما احنا اوقات ما بنسميش على ده حرام، احنا اوقات بنشتم حرام. حضرتك انت هنا يعني انت متخيل اللي انت بتعمله؟ انت مش شتمت واحد في الشارع، ولا انت اختبت واحد، ولا انت اتكلمت على واحد، ولا انت شهدت. حضرتك انت بتاكل انت وعيالك حرام. طب لو انت اولع بجاز وسخ، عيالك ايه ظروفهم؟ ايه ذنبهم؟ ايه ذنبهم؟ فانت حضرتك هنا لازم تخلي بالك. مش تخلي بالك وانت بتسرق، لا، لازم تخلي بالك اللي حضرتك بتعمله ده غلط. زميلك اللي واقف جنبك ده مش احسن منك لما يقولك انت حرامي. ويا لو اتقالت لك دي، لو انت فعلا بني ادم وعندك دم، انت ممكن تولع في نفسك. بس انت اظن يعني لو في دم ما كنتش عملت كده اصلا من الاول. ما كنتش عملت كده فعلا من الاول. حضرتك يا اللي بتعرف توقف لي منتج، تعرف ان حضرتك ده حرام. انا مش طالع اقول حلال وحرام، انا مش شيخ، لكن انا بتكلم في حتتي، انا بتكلم في مهنتي، انا بتكلم في شغلي. والكلام ده بيحصل عندنا كلنا، والكلام ده بنشوفه كلنا. انا ما بجيبش كلام من عندي. لكن لازم تخلي عندك ضمير، لازم تخلي عندك شوية دم، تفهم اللي انت بتعمله ده حرام. لما تخرج من مكان باحترامك وبأدبك هتفرق كتير من ان انت بتخرج من مكان حرامي. بص بقى بتطلع حرامي. فاهم حضرتك ان احنا بنقول ايه ولا ايه؟ فاحنا لازم نخلي بالنا يا جماعة. بالله عليكم حافظوا على نفسيكم، حافظوا على سمعتكم واسمكم، كمان حافظوا على اولادكم وبيوتكم. بالله عليكم. كلها حاجات تافهه، وكلها حاجات ملهاش عايزه، وكلها اكل وشرب اللي هو مجرد ما اكلته وخلاص بيروح والموضوع خلص. وحتى لو كان باقي الغلط غلط. فبالله عليكم خلوا بالكم من النقطه دي. اتمنى محدش يعمل كده، واتمنى اكون انا غلط والكل مظبوط الحمد لله. اتمنى حاجه زي كده طبعا. ما اقصدش والله ان انا اتكلم على حد ولا ان انا اسمي حد، لكن الموضوع ده فعلا قائم في اغلبيه المحلات، قائم في اكتريه المحلات. والموضوع زاد عن حده. في ناس بتعرف تتصرف، في ناس ما بتعرفش تتصرف. فاحنا حابين نطلع نتكلم ونرد على الرسائل ديت، وكمان نقول خلوا بالكم من نفسكم من اولادكم. اتمنى ما يكونش في حد زعل مني فعلا، والله ما اقصد حاجه، لكن انتوا كلكم اخواتي وكلكم احسن مني وكلكم فوق دماغي. خلوا بالكم من نفسكم ومن عيالكم، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن بكتير جدا باذن الله. اسف على الاسلوب، واسف على المعامله، واسف على الطريقه، واسف على كل حاجه. انا عارف ان انا النهارده رخم والله، لكن فعلا الموضوع ما ينفعش الواحد يسكت عليه خالص. اتمنى ما يكونش حد زعل مني. استنوني ان شاء الله في حلقات جايه كتيره جدا جدا، وموسم مليان مفاجآت. انتظروا الحلقه الجايه.